وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، لا شك أن التعاون العربي الروسي شهد تطورا ملموسا منذ إرساء قواعد الشراكة بين الجانبين سنة 2009، وبتوالي الدورات وصولا إلى هذه الدورة يكون منتدانا قد بلغ مرحلة من النضج يغذيها توافق حول أهميته ونجاعته كإطار للحوار والتعاون يكون على قدر التطلعات والانتظارات. ولعل لقاءنا هذا يعتبر مناسبة ملائمة لتقييم مسار التعاون العربي الروسي لتثمين نقاط قوته ومعالجة مكامن قصوره وإغناء محتواه وتحديث طرق عمله وفاء لروح الصداقة التاريخية بين روسيا والعالم العربي. ومن هذا المنطلق فإننا نصبو إلى الرقي بهذا المنتدى إلى مستوى حوار استراتيجي عربي روسي فعلي وفاعل، يكون فضاء حقيقيا للتنسيق ولشراكة بناءة وعملية ومثمرة تخدم بشكل متوازن مصالح الطرفين وتساهم في أمن واستقرار منطقتنا العربية. شراكة تبنى على الاحترام المتبادل وتعلو بالمسؤولية المشتركة. شراكة تتفرد في مضمونها وتبقى منفتحة في حكمتها. وشراكة يكون التضامن عنوانها والوفاء بالالتزامات مبدأها. شراكة توازن بين الحرص على المصالح السياسية والاقتصادية من جهة وواقع الشركاء وإمكاناتهم وتطلعاتهم من جهة أخرى. لذا نتطلع إلى تفكير جماعي لرسم خارطة طريق لشراكة ناجعة وفاعلة تأخذ في الاعتبار العناصر التالية. أولا، النظر في الإطار المنظم للتعاون بين الجانبين بغرض الانتقال به من نمط التداول السياسي التقليدي إلى مرحلة الحوار الاستراتيجي وفق رؤية استشرافية تأخذ بعين الاعتبار التطورات على المستوى العالمي والإقليمي وتراعي المصالح المشتركة للطرفين. ثانيا، الانفتاح على هيئات وفاعلين اقتصاديين وثقافيين عبر إنشاء منتدى اقتصادي وثقافي كما هو الشأن في المنتدى الروسي الإفريقي على سبيل المثال، وهو من شأنه المساعدة على تجاوز منطق الحوار الدبلوماسي الكلاسيكي نحو أنماط تعاون مبتكرة وملموسة عبر أدوات الاستثمار والمشاريع ذات المنفعة المشتركة. فنحن نؤمن أن رافعة الاقتصاد والرأسمال البشري يشكلان عاملين حاسمين في صياغة مستقبل الشراكة العربية الروسية. ثالثا، التفكير في دورية اجتماعات المنتدى بما يسمح بالإعداد الجيد لها وحتى يترك الوقت الكافي لتنفيذ خطة العمل المشتركة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في الدول الأعضاء. رابعا، الاستفادة من تجارب الشراكات الإقليمية وممارساتها الفضلى بما في ذلك منتدى الروسي الإسلامي أو منتدى التعاون الروسي الإفريقي.